من بين الأقلام الصاعدة التي أثبتت حضورها في عالم الأدب، تبرز الكاتبة سلمى خالد إبراهيم بخيالها الواسع وأفكارها المتجددة التي تجمع بين الواقع والخيال في مسيج فريد من الإبداع. سلمى خالد إبراهيم خريجة كلية التربية قسم علم النفس، كما أنها حاصلة على دبلومة في صعوبات التعلم، وهو ما انعكس بعمق على طريقة تناولها للشخصيات الإنسانية في أعمالها الأدبية. بدأت مشوارها في الكتابة منذ عام 2020 بعد فترة انقطاع، لتعود بقوة وتنتج 7 روايات إلكترونية مميزة، منها سلسلة روايات ظلام الذئاب 3 أجزاء، رواية فطنة القلب، رواية بالحب اهتديت، رواية رحلة البحث عن متحرش، رواية سفينة نوح. أما على مستوى الأعمال الورقية، فقد صدر لها العام الماضي عمل بعنوان مملكة ليالي، وهي رواية فانتازيا رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً، وتستعد حالياً لإصدار عمل ورقي جديد مميز سيعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2026. سلمى خالد إبراهيم تمثل نموذجاً للكاتبة الواعية التي تمزج بين العلم والإبداع وبين الواقع والخيال، لتقدم أعمالاً تحمل رسالة فكرية وإنسانية عميقة. في جريدة غاسق نحتفي بمواهب اليوم وصناع الغد.